بصوا الحمام يا حبايبي، علشان تبقى كبيرة ومليانة قد الخروف هنعمل ايه؟ هنكسر العظمة اللي بتبقى هنا علشان ما تضايقناش في الرز وفي نفس الوقت تبقى كبيرة. شوفوا حجمها، دي كان حجمها صغير، لما اتملت رز ما شاء الله شوفوا كبرت ازاي. معلومة تانية يا حبايبي، لما نيجي نسلق الحمام عشان ما يفرقعش هنعمل ايه؟ هنخلي الغطا متعري عليه اول حاجة، وتاني حاجة ان احنا ما نحطش الحمام على بعض. يبقى الحمام لو كان كتير يبقى في حلة كبيرة، لكن لو كان 3 حمامات ومقضيين الحلة ما يبقاش الحمام على بعض عشان ما يفرقعش. يعني اول حاجة الحلة تبقى متعرية، تاني حاجة الحمام ما يبقاش على بعضه، تالت حاجة ما يتمليش رز قوي، هتلاقيه ما فرقعش خالص. وكمان الغطا الحلة يبقى ايه؟ مش متغطي كده. الحمام البخار اللي بيطلع هيعادل معاه، مش هيجيله سخونية قوي ويسبب في الفرقعة. تمام.